اهلا بكم من جديد. اذا ضيفنا اليوم الخبير في الاتصال الاستراتيجي والتحليل عبد الرحمن الحسامي لنتحدث اكثر عن التحليل الرقمي لكأس العالم. اهلا بك معنا في اخباركم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيدي. عبد الرحمن، لقد تحدثنا سابقا عن تحليل سلوك المشاهد في دور المجموعات، كيف اتت النتائج؟ الى الان نتائجنا الحمد لله كانت بناء على تحليل الحوارات. عم نحكي عن 2 مليار تقريبا حوار وتفاعل من جميع اللغات. رقم كبير، رقم كبير جدا. والتحليل كان كله تحليل شعور الناس سيكولوجيا. الحمد لله النتائج كانت تقريبا بقدر 75% منها كانت ناجحه 100%. اصابت نعم. ماذا عن دور ثمن النهائي؟ كيف يتفاعل معكم المتابعون؟ التفاعل لما حسبنا اللي هم ال 16 فريق كان في عندنا التفاعل شوي اختلف، حمي اكثر. نعم. اتوقع النتائج راح تصير هلا عندنا ادق لانه صارت الافرقه كل فريق صار عارف حاله هلا يا بفوز يا بيخسر. فالنتائج اللي عم نتوقعها زي ما تفضلت نعم. زي ما حكيت لك قبل شوي 75% كانت نسبه النجاح من التوقعات. كانت بشكل عام. على نعم. من هون حسبنا من اول يوم من كاس العالم الى حد اللي هو انتهاء الدور اللي هو المجموعات. دور المجموعات. نعم. اصبتم بنسبه 75% والرقم كبير جدا، يعني عم نحكي 2 مليار. هذا بدل على قديش اهتمام هذا الناس بهيك موضوع. عم نحكي عن اسبوعين 2 مليار حوار وتفاعل، هذا موضوع يعني موضوع جدا كبير. لندخل في التفاصيل، ماذا عن المجموعه الاولى؟ نعم، المجموعه الاولى كانت صائبه عندنا حسب التحليل. نعم. السنغال وهولندا هم اللي بناء هون. هاي التحليل كان قبل المونديال اللي صار نشوفه هون كلها قبل كأس العالم. قبل انطلاق كأس العالم 50% كانت الناس احتمالها أكثر مع السنغال. ومن ثم هولندا. هيك بيجي بعدين اللي هي كل مجموعة من المجموعات. لو نيجي على المجموعة الثانية. لننتقل إلى المجموعة الثانية ونرى كيف تفاعل الجمهور. نعم، بنلاقي انجلترا ولكن احنا اخطأنا بإيران. كان التوقع انه ايران تتأهل، ولكن لو شفنا الارقام هي يعني تقريبا 1% الاختلاف بين ايران متقاربة جدا. نعم. وهذا يمكن شفناه بالمباراة الأخيرة كان بهذا القدر. نعم. فالجمهور قاعد بيعرض اليوم ماذا يريد ماذا يحتاج بحسب مشاعره. نعم. هذه المجموعة الثالثة نفس الشيء. المكسيك ما كانت صابت عنا، ولكن الأرجنتين بسبب جماهير المكسيك ممكن الكبيرة ممكن، وكانوا إيجابيين جدا باتجاه فريقهم. هم كثير ولائهم كبير للفريق. الأرجنتين دائما في الصدارة. نعم. لنرى ماذا عن المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة كانت صعبة عندنا فرنسا وأستراليا. يمكن الناس ما كانت متوقعة أستراليا تتأهل، ولكن كان التوقع فرق كبير. نعم. وشاسع في هذه المجموعة. يمكن كانت ناس أكثر تتوقع في لما تسأل الناس بيحكي لك الدنمارك. البولينج استطلاعات الرأي أيدت الدنمارك تتأهل، ولكن احنا عندنا حسب تحليل حوار الناس كان أستراليا. لكن يعني الدنمارك سجلت 6% فقط. نعم صحيح، حسب حوار تفاعل الناس اللي احنا بنقوم فيه. ما بنسأل الناس سؤال، احنا بنلتقط حواراتهم، كل بوست كل منشور على مواقع التواصل بنحلله بنشوف لمين ميوله أكثر. فكانت لأستراليا أكثر من الدنمارك. يعني أحاديث الجماهير على منصات التواصل كانت أكثر عن أستراليا وفرنسا. لنرى المجموعة الخامسة. اسبانيا، ولكن اخطانا بالمانيا. الجميع راح يخطئ في المانيا، وانت بتعرفي يعني المانيا ما كان حدا متوقع. الحديث اكثر عن المانيا كمان على منصات التواصل الاجتماعي. المجموعه السادسه يمكن تكون كانت صعبة عندنا. كان المغرب وكرواتيا وكانت صعبة عندنا. هذا كلياته تحليل قبل كأس العالم. نسبة متقاربة حتى مع كندا، بين كرواتيا وكندا 100%. والمغرب جمهوره ايجابي جدا جدا جدا، وهذا يمكن بيعطي قاعد كمان للفريق معنويه اعلى، وهذا بتحليلنا الاخر اللي راح نحكي عنه. يعني ما حق مزبوط. نعم. اوكي، هذه المجموعه برضه البرازيل وسويسرا كمان كان توقعنا صحيح قبل المونديال. هناك فرق شاسع. البرازيل تسيطر على أحاديث حتى بالدور الثاني. البرازيل رقم 1. سنتحدث عن الدور الثاني طبعا. البرتغال الأرجواي كنا متوقعين تتأهل، ولكن تأهلت كوريا الجنوبية. هون اللي احنا حكينا الأقل نسبة كانت هي 25% نسبة اللي خلينا نحكي الإيرور أو الخطأ هي اللي تأهلت منها كوريا. نعم. وبولندا واليابان. نعم. كيف تفسر أن 3% فقط تحدثوا عن كوريا لكنها تأهلت؟ لم يتوقعوا ربما. هون الفريق فرض نفسه على الملعب وأكثر. فرض نفسه على النتيجة. أكثر عن نتيجة الجمهور. ماذا نرى هنا؟ هنا نرى التحليل الدور ال 16 الافرقه اللي تاهلت. كيف التفاعل الايجابي معها من قبل الجمهور.
نلاقي البرازيل رقم واحد دائما، كأنه البرازيل هي رقم واحد. الأرجنتين والبرتغال متقاربات جدا، 13 9 13 5. بعدين فرنسا، اسبانيا، اليابان، ومن ثم المغرب. التوقع اليوم زي ما انت بتعرفي بدوري المجموعات راح تلتقي البرازيل والارجنتين يضلهم فايزين، فاللي فايز منهم هو اللي ممكن يكون له فرصه اكبر حسب حوار وتفاعل الجمهور. ايه نشدد انه حسب حوارات الجماهير. اكثر الجماهير ايجابيه من بين القارات هي الجمهور الاسيوي. الاسيوي هو الاكثر ايجابيه ومن جميل. ثم امريكا الشماليه، حتى في فرق بالايجابيه جدا عاليه 34%، ومن ثم اوروبا، ومن ثم امريكا الجنوبيه، يمكن لانه اخفاق الفرق بامريكا الجنوبيه هذا اللي ادى ل انه الحوارات ليست ايجابيه. ليست ايجابيه. كوستاريكا طلعت مكسيك. نعم. وهنا ماذا نرى؟ هذه الخطط. نعم، اخذنا الافريقيا ال 16 فريق اللي تاهل. نعم. حللنا شو اكثر شيء الناس بتحكي عنهم عن المنتخبات هاي، فبتلاقي انه المعنويات هي الاكثر اللي بتعطي للجمهور الجمهور بيعطيها للفريق، انه معنوياته عاليه فهي بيعطيها. هون أتقصد عفوا يعني قطعتك، أتقصد أن الجمهور يتحدث عن المعنويات بشكل كبير؟ نعم، يتحدث ويقول أن الفريق مثلا فريق البرازيل أو فريق الأرجنتين معنوياته عالية اليوم راح يفوز على هذا الفريق، فريق المغرب معنوياته عالية، هذا بيعكس على الملعب برضه هي بنسبة 44%. ومن ثم الخطط يعني يتحدثون بشكل تكتيكات وفنيات. المهارات 15% فعليا يتحدثون عن اللاعبين. نعم. بالضبط. هنا احنا قارنا الاربع دول العربيه. نعم. المنتخبات العربيه التفاعل الاعلى كان للمغرب، ومن ثم السعوديه، المغرب باللون الاحمر، أوكي. نعم. ومن ثم السعوديه في اللون الاخضر. نعم. ومن ثم تونس، ومن ثم قطر. وهنا بنشوف قديش كان التفاعل. هذه الطفرات نعم. اللي صارت على الفرق العربيه. اول طفره كانت هي المنتخب السعودي لما فاز على الارجنتين بالاخضر. نعم. ومن ثم الطفره الثانيه كانت للمغرب، ومن ثم او فوز المغرب الاول، وهنا الفوز المغرب الثاني. وزي ما بنشوف احنا عم تنخفض كانت اللي هي التفاعلات الايجابيه، لانه كانت افريقيا عم تخسر العربيه، ولكن بفوز مع خساره الفريق الجمهور لا يتفاعل بايجابيه كثيرا. نعم. نحن نشكرك طبعا على كل هذه المعلومات التي تشاركنا بها من فتره الى اخرى عبد الرحمن الحسامي. اليوم توقعاتنا يفوز الارجنتين، كانت توقعاتنا يفوز النذرلاند هولندا، وكانت لننتظر ونرى. ان شاء الله. شكرا لك. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام أخباركم. لا تنسوا المشاركة معنا دائما بتعليقات ولقطات مميزة عن كأس العالم.